ذاك اليوم كنت قاعد اتفرج على مغامرات مستر بيس العجيبة اللي ما أحد يقدر يسويها، فقلت أنا خليني أجرب أسويها، وتحمست فتحت الدولاب حقي علشان أدور الطاقية. وأنا قاعد ألبس الطاقية حصلت إشعار جاب مباحث إلا يقولوا لي ترى إحنا قاعدين نراقبك ودير بالك تسوي شيء. يا اخوان القانون الاول من كثر ما هو سخيف ما اعرف انا ايش كان، يمكن كان متعشي بروستد الرئيس حقهم هذا. يقول لك لما تمضغ علكه في سنغافوره كذا اف بي اي حقهم ما ادري ايش اسمهم اف بي اي، يقول لك لما تمضغ علكه في الشارع كذا هي ممنوعه، لازم تمضغها في البيت، في الشارع انت بتنحبس. بالله كم سعر العلكه يا اخوان؟ بروح اشتريها، اذا خلونا نصور صور، ما خلونا يا اخي هذه اوروبا، ايش اسوي لكم انتم تقولون اوروبا كويسه مو كويسه؟ فين كويسه يا اخي؟ يا عمي بالله شوف قديش انا فقينا يا اخي، انا على اساس اني ماخذ زاوية تصوير ومدري ايش، يا ابوي اقسم بالله طلعت زي الزفت يا اخي. اسمع حط لي ديسلايك، انا قاعد اقول لك حط لي ديسلايك، هذا اول مرة تصير، ابو فله ما سواها انا اسويها. اكبر واحد في الشرق الاوسط، انا اكبر واحد في بيتنا يعني عادي. يقول لك ممنوع انك تمضغ علكه وتبيعها، اذا تبيع انت كذا بتصير تاجر. دقيقه، اول شيء قبل ما افتح هذه حطي لها باسورد يا جماعه، كيف والله ما تنفتح. دقيقه كيف ما فهمتوها؟ يعني انه فيس اي دي كذا. دقيقه، تاتش اي دي هذه قديمه الايفون 7. سلم نفسك، ليه تقبض علي؟ كيف ليه قاعد تاكل علكه قدامي؟ علكه؟ اي والله صح علكه. اي بس في سنغافوره هذا. طيب انت في سنغافوره يا ابله؟ اي والله صح انا في سنغافوره. امسكني، تعال امسكك تعال. اخوان في اليابان يقول لك ممنوع انك تتكلم، ايوه في اماكن عامه في صوت عالي. هذا الصراحه احسها موجوده في كل مكان، بس ايش دخلهم صوت عالي؟ هذا انا عندي صوت نبره حاد، انت ايش دخلك؟ فالحين انا ماخذ موقع استراتيجي، يسار ويميني في قوم يمين وقوم يساري، انا في النص، انا الحكم بينهم. ايوه فانا الان بتكلم في صوت عالي، ترى المايك هنا ها يا اخوان. ايوه ايش تبغى مني؟ بالله عليك، طب اديني رونالدو. ايوه بتكلم مع رونالدو. ما شاء الله افقع. يا اخوان هذا مو اعلان، هذا 3 اعلانات. تعال اوريهم، تعال. ارجوك لا تصور من ورا، روح صورني من قدام، بعدين ينزلون علي ميمز. اخوان الان انا هذه قاعدين تشوفون اول مره تشوفون شيء غالي في يدي، لانه انا اغلى شيء ممكن مسكت في حياتي والمايك سعره 30 ريال. تعرفوا كيف حصلت على هذه؟ انا اشتري، استغفر الله يا عمي، انا والشراء لا نتقابل الا في خط الاستواء، اما هنا ما مستحيل نتقابل. بطيخه حصلتها مجانا. تعال انا والله اسوي لهم اعلان. شوف هذول انت سمعت الخير قاعدين اللي يبيعون في الشارع، والله ادوني هذا مجانا، وهذه للمصور. ابوي المصور ما ادري يا يسوقه ليش يقفل التصوير وانا قاعد اعرض اهم لقطة لي في حياتي. يا شيخ انا اول مرة اهدي هدية، وايه البطيخ هذه؟ والله انا هديته اياها بس هو قفل التصوير، شكله استحى. اسمع لو تشوف المقطع هذا، حسبي الله على، مو عليك، على اي شخص تكرهه، على هذوليك ورق الحمام، عرفتوهم صح؟ اخوان القانون الثالث مدري الرابع يقول لك في هولندا ممنوع انك تصير سباك الا انت عندك رخصة. فوالله ما اعرف كيف حصير سباك وانا مستحيل اصير سباك. السلام عليكم مدير، انا سباك. عليكم السلام سباك. انت 100 ولا ما في 100؟ انا 1100 مو 100 1100. وريني الرخصة حق انت. رخصة؟ والله رخصة ما في مدير، الانسان في بيت. ما عندك رخصة؟ طب دقيقة خليني اتصل على الجوال. لا بس بتصل الجوال. الو شرطة سباكين، شرطة سباكين. مباك يا جماعة الخير، بعد الكلبوشة 3 ساعات هذا اللي ما ادري ليش يقول لك هذا القانون لو تسويه، لو تكسره انت كذا، انت شايف بابلو اسكوبار؟ هذا بالنسبة لك التلميذ. القانون هذا يقول لك انه ممنوع انك تسحب السيفون في سويسرا بعد الساعة 10 بالليل. ليش يا اخي؟ بعدين انا مو لهذه الدرجة ابلى. ايوه علشان الشرطة. ولد تعال امسكك تعال. لا تهم علي، انا ما سويت شيء مدير. كيف ما سويت شيء؟ انت ارتكبت جريمة يا ابوي، انت سحبت السيفون بعد الساعة 10 في الليل. سيفون؟ ايوه بس كنت بروح الحمام، قضيت حاجتي والعياذ بالله. قضيت حاجتك؟ طب كم قضيتها في
الغرفة حقت الكلاب. مو عندكم انتوا هناك كلاب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتوا الآن قاعدين تقولون متى يخلص الفيديو هذا. والله الصراحة أنا صورت كثير بس ما أعرف ليش ما خلص الفيديو. القانون نيوتن، لا شوف الفيزياء نتركها الآن لأن الفيزياء أنا كرهت جدا، طلعت عيني. يقول لك القانون الرابع إذا تمشي دجاجة أو إذا الدجاجة أصح إذا تقطع الشارع في مدري فين في فنزويلا، يمكن في دولة كذا ولا أنا هذه فنزويلا أنا شايفها في ليج اوف ليجند صح؟ يمكن ولا ما أدري. المهم إذا الدجاجة قطعت الشارع بيحكم على الدجاجة الإعدام. برصد ولا مشي؟ السلام عليكم. ملاحظة يا اخوان، هذا شيء مرة مهم. ترى كل الفيديوهات او كل القوانين اللي قاعد اكسرها موجودة في دول ثانية غير اللي انا ساكن فيها، اوكي؟ فتكفون لا احد يروح يعلم علي وانا قاعد اصنع محتوى وحسبي الله. ما ادري ليش بس استغفر الله. حط لايك واشتراك. السلام عليكم يا اخوان، انا تائه الان وابغى منكم فلوس. ايوه لانه الفلوس هي المصدر الشيء الوحيد. الان يقول لك انت هذا القانون من كثر ما هو يعني، شوف هو القانون هذا الصراحة عند اوروبا، بس اوروبا هم مسوين نفسهم ان هم دلوعين وما ادري يا ابوي، اقسم بالله كلهم كذاب. شوف الفرنسيين السود، شوف عثمان ديمبلي، صدقني يمسك واحد بريطاني ابيض يدقه ويدق خشمه. والله ما ادري انا كذا دخلت في نيته، بس عثمان ديمبلي مسلم علشان كذا يقول لك ممنوع انك تجلس في الارض في اماكن سياحيه، فانا الان بجلس في اماكن سياحيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعال حياك الله حياك الله. تعال اقلط اقلط اقلط. لا شكرا شكرا، خليك جالس خليك جالس. كيف يعني ما تقلط شيء؟ مو من علوم الرجال هذا يا. تعال اقلط اقلط اقلط، مالك دخل في مكان شوف ما شاء الله. تعال انت بس تعال. انا شرطي. انت شرطة؟ طيب ايش يعني ايش اسوي لك؟ والنعم والله شرطة. انا برضو صانع العاب ميسي زي ميسي. كيف يعني ايش يعني شرطي؟ يا ابوي جاي يقبض عليك انا. والله صادق هذا. طب ايش الجريمة حقتي؟ اي لان انت جالس. اي حياك الله حياك الله. تعال اجلس تعال في مكان. يا ابني ما قلت لك ما ابغى اني اجلس جنبك. انت قضيتك لان انت جالس في الارض. انا اللي جلست في الارض. طيب وش يعني؟ هي كذا. كيف يعني ممنوع؟ على كيفك هو. طب اسمع، بما انه ممنوع، شوف في هناك وشايب جالس على اليمين في الارض. شوف قاعد حتى ياخذ من الزراعة حقتكم. ها فين في رجال؟ فين؟ والله ما تشوفني. ولد فين قاعد تروح؟